أعزائي المشاهدين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من برنامج مشوار مع خالد عبد الناصر. ومشوارنا النهاردة مع الفنان الجميل الفنان المتألق طارق النهري. أهلا بحضرتك، اهلا بيك يا فندم. منورنا والله النهاردة. ربنا يخليك. أنا هبدأ سؤالي بالصبر. حضرتك صبرت كتير جدا الفترة اللي فاتت دي وفي الآخر نولت، صح؟ الحمد لله. هي طبعا كانت فترة طويلة شوية من 2016. بس كانت بالنسبة لي محنة. اتعلمت منها حاجات كتير قوي. اتعلمت منها الصبر، اتعلمت منها التأمل. رجعت مشوار حياتي كله تقريبا في الفترة ديت، وخلتني لما رجعت بدأت أدرس كل حاجة. يعني لما باجي اختار دور بدرسه كويس قوي. مخرجين بعينهم اللي بحب اشتغل معاهم. وده أدى يمكن إلى نوع من النجاح الحمد لله. مبسوط منه شخصيا وحاسس برد الفعل بتاع الشارع حلو قوي. طبعا ردة فعل كبيرة أوي، بس حاسس الفترة دي إنك اتظلمت في حياتك. ممكن تقول اتظلمت، وممكن تقول اتظلمت. مش قادر تقولها. لا، مش قادر. يعني ما اعرفش. هي كانت فترة متلخبطة جدا، كانت فترة عصيبة جدا، وكان كل الاتجاهات متضاربة. ما كانش في حد، ما كانش في صورة واضحة. وكانت الحكاية المفروض زي ما احنا فاكرين يعني في 2011 مجرد طلب عدم التوريث، وبعدين بدأت تعلى المطالب. وصلنا للهدف اللي احنا عايزينه. ما كانش فيه بقى يعني دخلة الإخوان دي بهدلت الدنيا. وكان صراع في الشارع ما بين الإخوان وما بين اللا إخوان، وتضارب في الفكر. والإخوان كان لهم تأثير على ناس بشكل فظيع جدا. لأن هم اللي كانوا صوتهم عالي قوي في الفترة ديت. فلما بدأنا نقول لا للإخوان برضو تاني، ما دي مرحلة تانية بقى. وكانت أعنف من ما سبق. يعني المرحلة الأولى ما كانش فيها عنف، المرحلة التانية بتاعت الإخوان هي اللي كان فيها عنف شديد جدا. وبدأت تحصل المشاكل اللي شفناها في الشارع، وضرب نار وما ضرب نار و إنما الحمد لله رب العالمين إن الدولة المصرية بقيادتها قدرت تسيطر على الوضع بشكل هادي وراسي، وقدرت تقضي على العنف بجميع أشكاله. وده كان شيء جيد جدا. صحيح خد فترة طويلة مننا، وخد أرواح كتير جدا، وخد شهداء كتير، إنما الحمد لله وصلنا لمرحلة جيدة جدا. حاسس ان انت الفترة اللي فاتت دي انتقادات حصلت عليك كتيرة جدا، انتقادات حصلت عليك. في انتقادات حصلت ولا مفيش؟ لا، في طبعا. ما فيش حاجة. يعني الفنان لا يخلو من انه لازم يلاقي انتقادات وصورة جيدة. بتأثر عليك الانتقادات دي؟ لا خالص، مفيش انتقاد بالعكس بيأثر عليك؟ بستفيد منها. بتقاوم. انا بحب جدا النقد، واحب جدا اللي يقول لي انت كنت وحش هنا وغلطان في كذا. احب ده جدا، بستفيد منه. ما باخدش رد فعل سيء ابدا تجاه الحاجات دي. حضرتك كنت مخرج قبل كنت فنان الاول، ممثل، بعد كده اخراج، بعد كده رجعت تاني ليه سبت الاخراج كله؟ لا ما سبتوش، بس كان في مرحلة السينما دخلت في حتة السينما التجارية البحتة. ده فترة كده في الألفينيات. يعني أنا للأسف أنا اتعاملت معاها مرتين أو ثلاثة. كنت بحاول بنعيش، يعني لازم تشتغل، عشان لازم تعيش لازم تشتغل. وبعدين جيت قلت لا، يعني ستوب، خليني في التمثيل بقى شوية. والحمد لله كنت اشتغلت فترة كويسة جدا لغاية ما جت بقى الظروف الكسرة اللي حصلت والرجوع بقى. طيب سؤال وما تزعلش مني فيه، فترة السجن اللي حضرتك دخلت فيها اتعلمت منها حاجة؟ طبعا
طبعا لا كانت فتره بقول لك برغم من قسوتها. كانت فتره قد ايه؟ مدتها قد ايه؟ يعني خد بقى من 2016 لغايه ما دخلت في 2020 ولغايه 2022. 4 سنين ونص كده، 5 سنين يعني. يعني بس في فتره ما كنتش فيها، كنت في البيت، يعني كنت قاعد في البيت لغايه ما جه النقض وعملت النقض على الحكم، وكان لازم اسلم نفسي ونفذت. في الفتره دي ونفذت. انما كان قرار رئيس الجمهوريه العفو. كان بيعني لي حاجات كثيره جدا، وبالذات انه العفو الرئاسي ما بيجيش لاي حد، طبعا بيجي فعلا للانسان اللي كان ايديه نظيفه ما فيش حاجه خالص. وانا ما عملتش حاجه، يعني قالوا لك عمل وحرق بالظبط. كل ده كلام والصور اللي فاضي. كانت نزلت دي كلها كل ده ايه؟ كان في صور كتيره نزلت. بس انا الصور اللي نزلت ايه؟ حضرتك وانت ماسك الطبنجه طبنجه ده كان وماسك ضد العيال الإخوان. والولد اللي مسكته ده كان اخوان، والطبنجه كانت صوت. انا عمري ما كان معايا ترخيص سلاح نار. طيب احنا في الفتره دي كلنا كله كان في ناس ماسكه سلاح للحمايه الشخصيه كده. طيب تفسر بيه اشمعنى حضرتك من ضمن، كان في ناس كتيره ما كانت بتاخد كانت بتضرب مع الاخوان وتنزل تحت وكله كان بيتشجر مع بعضه، اشمعنى طارق النهري بس هو اللي اتسلط على الضوء ده؟ يمكن اللي حطني في الصوره ديت الاخوان، لان انا كنت من اول يوم في الميدان ضدهم، وقلت للناس اللي في الميدان، قلت لهم الناس دي ما بتطلعش الا بالدم. لو رجع بيك الزمن تاني هتعمل نفس اللي عملته؟ هعمل نفس اللي عملته. مش هتندم عليه؟ ما بندمش، انا ما بندمش على حاجه اعملها، لان انا ما كنتش غلطان، انا كنت مع الحق. انا بكره العنف، انما لما الاقي العنف قدامي اجري عليه. يعني لو اعتبرنا في مراحل التفجيرات الجيش كان بيتدخل وبيوقف، ما هو ده عنف. ايوه. فانت لما بتلاقي عنف لازم تواجهه بعنف عشان خاطر يقف. انا كنت عامل كده، انا عمري لا اذيت حد ولا ضربت حد، ولا انا كنت بقول لهم يا جماعه الناس دي مش يعني الدين لا غبار عليه. صح. احنا ما بنتكلمش في الدين، الدين شيء مقدس ما نقدرش نيجي ناحيته، انما الدين ما بيقولش ان انا لازم اقتل ولازم اصل الى ان انا احكم البلد بالدم، ما ينفعش. وخصوصا ان احنا بقى بلد وسطيه، ما احنا بيعيش معانا اليهود وبيعيش معانا المسيحيين وبيعيش معانا، كانوا عايشين معانا طول عمرهم. فاحنا بنؤمن بكل الاديان، ولكم دينكم ولي دين، واحنا لينا اسلوبنا في حياتنا في الدين. عمر الدين الاسلامي ما كان دين عنف. يعني الرسول لما كان بيعمل غزوه او حاجه كان بيقول لهم يا اخوانا حافظوا على الشجر، ما حدش يجي ناحيه الشيوخ، ما حدش يجي ناحيه الاطفال. احنا شفنا اطفال بتترمي من فوق الاسطح، شفنا شيوخ بتطعن وبتضرب بالنار. فطبعا كان لازم يبقى في حد يواجه الكلام ده. هي كانت فتره فيها لخبطه كتير قوي، انما الحمد لله انا شخصيا واحد من الناس برغم المحنه اتعلمت حاجات كتير. في ناس كتيره جدا لما بيحصل لهم مواقف صعبه في حياتهم بتبدا بعد كده في الاصدقاء او في ناس من المعارف او اي حد من اللي بتحبه بتلاقي وشوش كتيره وقعت وسقطت. ده حصل معاك؟ طبعا في ناس اسقطتها من حياتي تماما، وفي ناس اكتشفتهم ان هم شيء مهم جدا في الحياه، ما تقدرش تنساهم او تبعد عنهم. او يعني انا بنتي، اخواتي، صديق ليا بشير، الناس ديت ما اقدرش انسى ان هم فضلوا جنبي في المحنه. انا بنتي كانت بتيجي من اوروبا كل شهر عشان تقعد معايا 3 ساعة زياره. فطبعا ده حب، ده جامد يعني. ده موقف ما اقدرش انساه لها العمر كله. اخواتي
يعني انا اخويا كان وقع قبلها وكانت حصلت له كسر وكان عامل مسامير في رجله وكان بيتحامل على نفسه عشان يجي زياره. اخويا في امريكا كان في حاله ما يعلم بها الا ربنا ومراسلات مع الرئاسه باستمرار عشان يحاولوا يحلوا المشكله. وفي ناس سقطت في حياتك؟ طبعا طبعا. كانوا عاملين ان هم مهمين في حياتك وفجاه اختفوا. خافوا خلاص بقى. خافوا. ولما نجحت تاني؟ ولما رجعت حاولوا، بس انا خلاص يعني عرفت بقى. بس انا بص حضرتك، انا بتعامل مع المواقف دي بايه؟ بقول عفى الله عما سلف، لان ربنا اسمه الرحمن الرحيم، مش انا اللي هبقى طبعا كل حاجه. فانا يعني حاطط حدود، انما لازم اصبح ولازم اسلم ولازم اعمل، انما في حدود. خلاص ما بقتش الرؤيه زي الاول ويلا لا خلاص. بقيت تعامل دلوقتي الاشخاص دي زي دلوقتي ولا خلاص كده مفيش تعامل بينك وبينهم تاني؟ لا بتعامل بس بسطحيه بحذر. شديده جدا وسطحيه. وربنا كرمك في الفتره الاخيره دي. الحمد لله ربنا كرمني. فرحان بالنجاح ده جدا جدا، بعد التعب لان اللي انا ما حققتوش في ال40 سنه اللي فاتوا او ال50 سنه حققته في الفتره الوجيزه دي. حب الناس بيبان معاك في الشارع وانت ماشي. طبعا. يعني أنا في ناس دلوقتي على طول يا حماده يا فتح الله يا اما شداد يا اما خالد الاشقر. يعني واضح ان المسلسلات اثرت في الناس حافظينها باسمائها. استاذ طارق يا خالد يا اشقر يا استاذ طارق يا يعني فانا سعيد بده جدا. ويكفي حب الناس ده، حب الناس ده شيء بتقابله وانت ماشي وكل حاجه. الناس نسيت كل اللي فات وشافت اللحظه بس بتاع استاذ طارق دلوقتي اللي هو فيه في التصوير بتاعه ومسلسلاته الجميله. ما هي دي نعمة ربنا علينا النسيان. كنت متوقع ده؟ لا خالص. انا كنت بعد الخروج من المحنه دي كنت مخضوض جدا، مش عارف تعمل ومش عارف هواجه الناس ازاي. انما بس الشعب المصري جميل بينسى قوي. شعب جميل ما بيفكرش في الكلام ده. ولما بيعرف الحقائق صح بيقدر. انما طبعا في مازال بعض الناس، يعني انا لسه كنت بقرا تعليق على في الفيس كده، واحد كاتب بيهنيني بالمسلسل، فواحد تاني رد قال له تهني على ايه؟ ده واحد من اللي مش عارف حرقوا المجمع العلمي. ده تعليقات على السوشيال ميديا ولا؟ على السوشيال ميديا. حضرتك بتتابع الحاجات دي؟ بتتابع التعليقات والحاجات طبعا. فما رحت كاتب له قلت له اذا انت مش فاهم حاول تفهم، واذا انت مش عارف حاول تعرف، لان اللي يعرف الحقيقه هيرتاح. انت من النوعيه الظاهر اللي هم من اخواننا اياهم اللي مش عايزين ترتاحوا، فانا مش هتعامل معاك. ورحت عامل له بلوك. اتعاملت مع مخرجين وفنانين من الزمن الجميل، وتعاملت دلوقتي مع مخرجين وفنانين من الزمن اللي احنا فيه دلوقتي، ايه الفرق بين المقارنه بينهم؟ بص هقول لك على حاجه. الخال عبد الرحمن الابنودي رحمه الله قال لي جمله مره، قال لي حرب 67 انتهت في زمن اغنيه من اغاني ام كلثوم. ده معناها ان الحياه كان رتمها هادي قوي جدا طبعا. فاحنا كنا زمان بنتعامل بالرتم ده كمخرجين وكزملاء، كنا هاديين وطبعنا هاديه. لما جينا اتنقلنا للعصر الحديث اللي بقت فيه حتى لغه الشباب بيتكلموا بسرعه شديده جدا نتيجه ان هم الموبايل السوشيال على طول، السوشيال ميديا يعني بيقعد يعمل تك 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 ما اعرفش بيفكر امتى. لا احنا كنا زمان بنقعد ونفكر ونقعد على الترابيزه ونقرا ورق ونعمل وبناخد وقتنا. دلوقتي ما بقاش في الكلام ده. الوحيد اللي يمكن بيعمل ده لغايه دلوقتي اللي قابلته الاستاذ محمد سامي. بيحب جدا بروفة الترابيزه ويحب يقعد معانا ويتكلم معانا ويقول. فلقيت فيه، عشان كده في بيني وبينه كيمياء، عملنا مع بعض 3 مسلسلات لغايه دلوقتي، فانا سعيد بده. طب انت شايف الانتقادات اللي دايما تحصل على المخرج محمد سامي وبيتعصب وبيشتم في اللوكيشن وبيزعل الممثلين والكلام ده بيحصل؟ محمد ما بيتعصبش الا على حاجتين: لو في حاجه ناقصه جدا في اللوكيشن وهو طالبها ومأكد عليها، او بيتعامل مع
ممثل هو مديله ملحوظات معينه وطريقه مثلا اداء معينه ومتفقين عليها على الترابيزه قبل ما ننزل نصور، وما بيحفظش، فهو بيتضايق قوي من الحاجات دي. بس اللي ما ما بيحفظش بيقلش بيتضايق ادبه. منه. لا يعني ما بيتلفظش بالفاظ على فنان من الفنانين. هو ممكن يزعق، يعمل مش عارف ايه حاجات كده، لكن يتلفظ بالفاظ لا. وانت حضرتك من الناس اللي بتحب تطلع خارج النص ولا ملتزم بالنص؟ لا انا ملتزم بالنص زي ما بتحفظه. طبعا في بتبقى بعض الحاجات اللي اللي هي انت ايه تخفيفات كده في حاجه، او بزود كلمه او جمله او حاجه بالاتفاق مع المخرج عشان ما فاجئوش بحاجه على الهوا. ما بحبش حكايه ان انا اقول اي حاجه فهو مش عايزها فما يقول لي طيب. ما بحبش الحكايه دي، لا احب انا هقول كذا يا استاذ محمد او يا فلان او ايا كان المخرج اللي معايا. عملت مؤخرا اعمال كتيره، ايه بقى احب اعمال لقلبك فيهم؟ نعمل افوكاتو وجودر في ألف ليلة وليلة، دول بحبهم قوي قوي. وايه اكتر حاجه بقى تبقى يعني تقرب لشخصيتك، حاسس ان انا مثلتها بس هي شخصيتي كان خالد الأشقر في نعمل افوكاتو. قريبه منك جدا. جدا. محمد رمضان بتشوفه ازاي في التمثيل؟ في التمثيل لا، محمد ممثل ممتاز طبعا. قوي. طبعا ممثل قوي جدا. ايه اللي يفرقه عن بقيه النجوم، نجوم زمان او نجوم الوسط او نجوم دلوقتي؟ ايه اللي يفرق محمد رمضان؟ يعني انت حاجه دلوقتي تقول لي محمد رمضان قوي جدا، زي في ايه مثلا؟ لا محمد في ادواره ناجح، الناس كلها حباه. انما محمد ذكاؤه في ان هو اختار الشعبيات، فراح للناس في الحته اللي هي بتحبه قوي من تحت، فعمل لهم الكاركترات اللي هم بيحبوها فنجح معاهم. لما بدأ يعمل بقى حاجات تانية، صحيح هو بيحب الاكشن، فبيحب يبقى دايما في اكشن في اعماله، حتى بقى عمل بادي بيلدينج لنفسه ومش عارف ايه، فهو بيحب يعمل حاجات كتير. محمد بره البتاع انا ما اعرفه، يعني ما اعرفش محمد بره الحكايه عامل يعني. طيب انت شايف ان محمد رمضان ناجح في المسلسلات ومش ناجح في الافلام ليه؟ لا ده بيحصل ايه يعني بقى؟ هو ما اصل هقول لحضرتك، انا اذا فضلت اشوف الممثل على طول انا بمل. يعني لما يبقى معايا 30 حلقه في رمضان وينزل بعدها فيلم وراه على طول في العيد مش هروح له. مش هروح مهما لو هو مين، مش هروح له. طب وانت حضرتك مؤثر في الافلام ليه؟ لا السينما محتاجه هدوء ورسوي. يعني انا بعمل دلوقتي فيلم اسمه المدرسه مع الاستاذه حوريه فرغلي، باخدها خطوه خطوه. السينما بالذات، السينما ما ينفعش تبقى زي الفيديو. الفيديو انت عندك 30 حلقه تنوع فيهم وتلعب، لكن ده ساعه ونص او ساعه وثلث، فمش هتقدر تفلفص. فلا، فيا دوبك حلو قوي. يعني انا بعمل فيلم وفي فيلم بنحضره تاني بمشي فيه بالراحه. مين النجوم المفضلين ليك في الوقت الحالي اللي احنا فيه؟ انا بحبهم والله كلهم جميعا، انما طبعا الكبار يعني انا يسرى من احب النجوم الى قلبي، ونيلي كريم، هند صبري، منة شلبي، بلس بقى الجيل الجديد كلهم ولادي، يعني دولت ولادي بقى، من إيمان العاصي ومنة فضالي ومش عارف، كلهم ولادي. يعني انا علمت نفسي اني ما اقولش على حد وحش او اكره حد. انا ايه اكتر حاجه بتخوف طارق النهري؟ بنتي. مفيش حاجه تخوفني في الدنيا غير بنتي، والله سبحانه وتعالى طبعا. يعني تحبها؟ يا بنتي كل حاجه في حياتي، كل حاجه. اكتر حاجه بتبكي طارق النهري؟ المحنه، لما الاقي في محنه ومحتاجين ان احنا نفرشها قدامنا ونشوف نخرج منها ازاي، وبالذات لما بتبقى محنه جماعيه مش حاجه تخصني انا بالذات، تخص المجموعه، فبحاول ان انا افردها قدامي وابدا اشوف ايه الحلول. يمكن بتاخد مني وقت ومن اعصابي وبتخليني
صعب ان انا اخرج منها، وبحتاج اروح بره. بره دي بالنسبه لي البحر. فلما كنت بحب او لما بحب اهرب من الحكايه بروح البحر. البحر بيمثل لي الصمت والسكينه والهدوء والتامل. فبحب قوي اروح هناك عشان اغتسل يعني. مين المخرجين الفتره اللي جايه اللي نفسك تشتغل معاهم؟ طبعا نفسي ارجع اشتغل مع الاستاذ احمد نادر جلال، لان انا بحبه قوي قوي. في مخرجين كتير جدا دلوقتي في الفتره الحاليه متميزين جدا وعملوا اعمال جيده جدا من الشباب. طبعا اتمنى ان انا اتعامل معاهم. احمد خالد موسى، وفي عمل للأستاذة منى زكي السنة اللي فاتت، عمل كان جيد جدا. للأسف ما حدش يزعل مني، أنا بقيت ما بقدرش أفتكر الأسماء. ناس كتيره معاك. فلا يعني في كم مخرج من الجداد بتمنى ان انا التقي بيهم بجد. واسلام خيري انا عملت معاه جودر. طبعا احب جدا ان انا اشتغل معاه تاني لانه مخرج متميز قوي 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 قوي. احمد العوضي واخد طريق محمد رمضان، ولا احمد العوضي واخد طريق مع نفسه لانه داخل برضه في الحته الشعبيه قوي؟ شايف دي ايه؟ هقول لك حاجه. واضح ان المنطقه الشعبيه بتنجح نجاح بسرعه جدا. احمد العوضي برضو نفس الحكايه، البادي بيلدينج، وممثل كويس قوي. وبقى في صراع مين يبقى القوه اللي ظاهره على الشاشه، النجم الشعبي. فبيلعبوا كلهم على الحته دي، وده مش وحش، مش عيب ان احنا نتصارع. ده شيء مشرف. خلاص نتصارع ونشوف مين فينا. الجمهور هو اللي هيقول مين نجم الشاشه في الاخر. مفيش اي عمل هيجمعك بين محمد رمضان الفتره اللي جايه دي في رمضان ولا اي حاجه؟ ما فيش حاجه، يعني ما فيش حاجه ظهرت لغايه دلوقتي. انما طبعا لو جه اي عمل مع محمد رمضان او احمد العوضي انا طبعا انا احمد وياسمين كمان بحبهم على المستوى الشخصي جدا، فاحب ان انا اتعامل معهم. انا عملت معاهم ضرب نار، فلو جه حاجه تانية معاهم طبعا. مين من رايك اهم ممثله في الوطن العربي دلوقتي؟ طبعا في هند صبري، من في أمينة خليل ممثلة كويسة قوي قوي قوي. طبعا يسرا دي لا غبار عليها، دي نجمتنا الجميلة دي، الفاكهة بتاعتنا. أيوة. إلهام شاهين. دول الأساتذة التقال، عارف. نيلي كريم. طبعا دي مجموعة يعني نجوم بأسمائهم، نجوم بيشيلوا أفلام وبيشيلوا مسلسلات. والطرب بالنسبة لك إيه بقى؟ تحب تسمع مين؟ لا أنا الطرب معلش، أنا قديم، ما تبصش للجديد. أنا قديم. لا الجديد ما بقى يعني شيرين مثلا برضو واخدة شوية. ما هو شيرين برضو هي عشان بتغني أغاني. شيرين وأنغام بالظبط. يعني دول بسمعهم. إنما لو عشت مع الأغاني ما ام كلثوم بقى، وعبد الحليم وفريد وكريم محمود. لسه بتسمع الناس دي وبتعيش معاهم؟ لو وريتك اللابتوب بتاعي هتلاقي كلهم عندي ما شاء الله. نجاة وفايزة ووردة ده كل ده. كنا سمعنا الايام اللي فاتت دي او الفتره الاخيره دي دايما الفنان عامل مشاكل، مثلا زي شيرين كل شويه مشاكلها تطلع على السوشيال ميديا. كان زمان كده ام كلثوم كانت كده، وفريد الأطرش كان كده، مشاكلهم ما كانتش بتطلع. مفيش حاجه. السوشيال ميديا بهدلت الدنيا، ان كل كبيره وصغيره بتنزل على السوشيال ميديا، فالناس كلها بتبدا تلاقي حاجه ماده تتكلم فيها ويعملوا، بالرغم من ان ممكن ما يبقاش في حاجه خالص، لكن اهي ماده عايزين يقعدوا يرغوا ويلفوا. بس ليها مميزاتها برضه يعني. ليها انت حاجه ضد السوشيال ميديا ولا مع السوشيال ميديا؟ لا انا ضدها. طبعا، لانها بتنتقي أسوأ الحاجات وتعرضها. ما بقاش في حاجه كويسه، يعني لما نادرا لما يقولوا في حاجه كويسه.
انما ينقوا فضيحه، خناقه، ضرب، مش عارف ايه، ويتكلموا عشان يعملوا ترندات. يعني لا، حضرتك ما عندكش صفحات سوشيال ميديا؟ ما عندكش فيس؟ ما عندك فيس، تويتر؟ عندي فيس وعندي تويتر وعندي انستجرام، بس عمري ما بفتحهم. واصحابي كتير يتخانقوا معايا يقولوا لي يا ابني بنبعت لك ما بتردش، يا ابني بنعمل لك ما بتردش على الحاجات دي كلها؟ مش في بالي. طيب متابع مشكله شيرين الفتره اللي فاتت دي ولا مش متابعها؟ لا، ما بحبش اتابع مشكله اي فنان. ما بتحبش ان انت مثلا توفق بين فنانين حصل معاهم لو مشكله او هم حصل حاجه؟ اصحابي وقدامي ان انا ادخل اوفق هعمل، لكن هم أنا اعرفهم كفنانين بس كده، ما اقعدش بقى اكتب على السوشيال ميديا والنبي مش عارف اعمل. لا لا لا، ما عنديش الكلام ده. طيب حضرتك انت الفتره اللي جايه دي ممكن تنزل برضه للدور الشعبي والحاجات الشعبيه والحاره؟ انا تعامل بعمل معاهم؟ دلوقتي مسلسل ايش ايش مع الاستاذ محمد سامي، وشعبي طح. اه. ده مين مع حضرتك فيه؟ معانا الاستاذه مي عمر، ادوار، انتصار، مع احتفاظ بالالقاب طبعا، دينا، علاء مرسي، هالة صدقي، ومجموعه، بس لسه ما اتقابلهم. الاستاذ ماجد المصري طبعا، بس لسه ما اتقابلتش معاهم في الشغل لغايه دلوقتي. ما فكرتش انت تخرج حاجه الفتره اللي جايه؟ والله انا عندي في مسلسل في شركه بتقراه دلوقتي، وفي فيلم. دول يعني لو عملتهم اخراج؟ لو عملتهم هيبقوا اخر حاجه برضه واخد عندي. السكه الشعبيه ولا واخد؟ لا 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 لا، واخد حاجه خالص تانية خالص بعيد خالص عن خالص. الحاجات دي كلها؟ لا لا لا، يعني في المسلسل بعالج، بتكلم فيه ان احنا ازاي نقدر نسترد القيم والمبادئ والعادات والتقاليد القديمه بتاعتنا. ازاي البنت اللي بتبوس ايد ابوها وايد امها، ايه الحاجات اللي ما ينفعش تحصل، ولازم نحاربها في مجتمعنا. التطرف الذهني في ان احنا على طول بنجري ورا السوشيال ميديا وبناخد منها حاجات وعايزين نعملها. لا يا جماعه، احنا مجتمع شرقي، في عادات وتقاليد لازم نحافظ عليها. ما ينفعش انا اقول لامي يا نوال، ما ينفعش اقول لابويا يا حازم، لازم اقول له يا امي، ولازم اقول له يا ابويا. لازم الاب يحافظ والام على المنطقه دي مع اولادهم. ما ينفعش الاب يقول له تعالى نشرب سيجارتين يا ابني في البلكونه. شايف ان احنا مفتقدين العادات والتقاليد والقيم طبعا دي دلوقتي؟ طبعا مفتقدينها طبعا كتير. طبعا. فنان محمد صبحي استاذ اه استاذ، انا بعشقه. اشتغلتوا مع بعض قبل كده ولا؟ لا، بس انا بحبه على المستوى الشخصي. يعني انا لما بلاقي له مسرحيه المسرح بتاعه؟ في المسرح بتاعه بروح، او بتتعرض في التلفزيون بقعد لها. متابع الهجمه الشرسه اللي حصلت عليه الفتره الاخيره دي؟ انا سمعت بيها انما ما تابعتهاش، ما لان حاولتش تكلمه او لا، لان انا اعرفه على المستوى الشخصي ازاي كصبحي ازاي كطارق، لكن ما فيش علاقات تجمعني بيه. طبعا انا والله ما عارف ابعاد المشكله ايه، خالص ما اعرفهاش. فما ايا كانت نوع المشاكل بتتحل، ما فيش مشكله ما بتتحلش. وده فنان ومعروف ان هو فنان راقي وله فكره وله. انا ما اعرفش طبعا ايه اللي حاصل، انما بتمنى انه ما تستمرش اي مشكله مع صبحي. حساس ولا عصبي؟ انا اه. انا جالي السكر من شويه من يبقى عصبي. العصبيه. عصبيه زايده صح؟ بس بدات الايام دي حاسس ان انت بتهدى من زمان. انا اعرفك من زمان وشفتك كنت عصبي جدا. انا كنت بطلع معاك البيت، كنت ساعتها بتمسك الناس الستاف الكاستنج اللي معاك، كنت بتبهدلهم وتزعق وتعمل ودي هنا ودي. انا شفتك كذا مره. كان زمان طبعا، زمان كان الواحد هقول لك عنده موفور الصحه، فكان لا انا دلوقتي اتعلمت ان انا ما اخدش الامور على اعصابي قوي، اهدى قوي واتكلم بالراحه واتعامل بالراحه. في مهما حصل من انفعال من اللي قدامي بسكت.
لغايه ما احس ان هو هدي ابدا اتكلم معاه. يعني احنا نقول دلوقتي إن طارق النهري بقى اهدى من زمان بكتير. كتير، 360 درجه. ايه اللي اكتسبته الفتره الاخيره دي عن اللي فات؟ اكتسبته في حياتك الفنيه والشخصيه. في حياتي الفنيه اكتسبت ان انا بدات اتعلم من المخرجين الجداد والزملاء الجداد التطورات اللي بيواكبوها في عالم الفن الفتره ديت في الدراما، لان انا في الفتره ما كنتش عارف اتابع، انما بدات كنت اتابع. حاسس انك طالع ان مفيش خالص يعني ابيض. لا، لقيت اختلاف كبير ما بين ان احنا كنا في بنعيش جيل مرحله معين وجيل تاني. ودلوقتي بقى الجيل ما شاء الله عليهم، الجيل السريع جدا ده. فبدات اتعلم الهدوء الشديد جدا، ازاي اتعامل مع الاشخاص بدون انفعال. بكتم قوي في نفسي صحيح، انما لغايه ما اعدي مرحله العصبيه، لان انا مش عايز ارجع لمرحله العصبيه اللي انا كنت فيها لانها صعبه قوي. ما فكرتش ان انت تعمل ورشه للتمثيل؟ كتير بقى بيعملوا الفتره اللي فاتت لا ورشه لا تمثيل لا 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 ويشتغلوا. لا لا لا. ما فكرتش؟ ما ادخلش في حاجات زي دي خالص. انا دلوقتي بعيش طارق النهري الممثل، او اذا كنت هخرج يبقى طارق النهري المخرج، بهدوء شديد جدا جدا جدا. نفسك في الفتره اللي جايه؟ انا الحمد لله حققت نجاح ما حققتوش في السنين اللي فاتت. بتمنى ان انا فعلا اسيب لبنتي ولاخواتي تاريخ يشرفهم ويقولوا اخونا اهو، او بنتي تقول ابويا اهو ساب لي حاجه الناس كلها بتحبها على الشاشه. طب انت شايف ان الفنانين في بعض الفنانين الفتره الاخيره دي كانوا دايما بيطلعوا بيشتكوا ان انا ما بشتغلش، مفيش اعمال، انا عايز اشتغل، الحياه صعبه. الحاجات دي كلها تقيسها ازاي؟ انا اعرف حاجه واحده: اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. لازم نسعى. انا ما افضلش قاعد في بيتي واقول انا عايز اشتغل. طب ما تنزل وروح الشركات وقابل الناس يعني كله يقول لك لا حضرتك ما ينفعش. بتكلم المخرجين تقول لهم انا عايز اشتغل، شوفوا لي دور ولا؟ لا، انا ما بكلمش حد، انما متواجد. اصل التواجد بيبقى بايه؟ بان انت بتقابلهم في حته، بتقعدوا بتتكلموا مش عارف ايه، بتشاف. بتودوا بعض في العلاقات. المخرجين المقربين جدا، لو انا عارف ان هو داخل عمل بقول له ما تنسانيش وما تنساش فلان وفلانه وفلان وفلان. بتقول للناس لازم. بتفكروا بالناس التانية. لازم. اه، والا ما بقاش زميل. دي حاجه جميله دي. والا ما بقاش زميل. ايوه. ما ينفعش ادخل عمل عشان انا داخل اشغل نفسي. لا. بتفكروا بالناس التانية. ما ينفعش ادخل عمل فني عشان اقدم نفسي انا. لا، لازم اقول زملائي في فلان وفلانه وفلان وفلان، لازم اقوله. اجيب مدير الانتاج، وابقى بغير من بقول للمخرج، بجيب مدير الانتاج والمنتج الفني والمسؤول عن شؤون الممثلين، واقول لهم ده ما تنسوش شغلوهم ما شغلوهمش دي مش بتاعتي. انما انا الحاجه اللي عندي ان انا لازم اقول. طب النقابه ليه ما بتقومش بالدور ده؟ النقابه بتعمل اللي انا عارفه ان الدكتور اشرف بيضغط في الشركات ان انا عندي يا جماعه مثلا كعدد من الممثلين لو قسموا مع المسلسلات يشتغلوا. فهو بيضغط من ناحيه، احنا كمان لازم نشترك في الضغط ده من ناحيه، والتوفيق ده بقى من عند ربنا. ما هو اصل لقمه العيش والرزق ده من عند الله سبحانه وتعالى. المنتجين الفتره اللي فاتت دي يعتبر انهم اختفوا من على الساحه، راحوا فين؟ هو مش اختفاء، هم كلهم دخلوا تحت مظله واحده اللي هي المتحده. فبقوا كلهم بيشتغلوا من خلال المتحده، وده مش عيب ان احنا عندنا شركه كبيره محترمه بتدي، بدل ما كان كل منتج يقول لك طب انا هعمل ده وانا هعمل ده وانا لا، بقى في نظام. وكل شركه حسب قدراتها. يعني ما تجيش لشركه قدراتها 10 صاغ وتقول لها اعملي لي 10 مسلسلات ويدين ويتبهدل ويعمل. لا، النهارده بقى في سيستم كلنا متبعينه، والشركات مرتاحه وبتشتغل. انت هتعمل 3، انت هتعمل 4، حسب هم عارفين قدرات الشركات ديت وهتقدر تشتغل ازاي. فده مش عيب. دور العرض السينمائي قل عن زمان. كان استاذ نور الشريف قبل كده صرح وقال انا من السيده زينب، وكان في السيده زينب اقل حاجه 5-6 دور عرض. النهارده مفيش سينما.
مفيش دور عرض ليه؟ السينما كلها مشكله، مش حكايه دور عرض بس. يعني المملكه السعوديه النهارده عندهم 1500 دار عرض. بالظبط. احنا عندنا كام؟ عندنا حوالي 200 250 دار عرض، 300 دار عرض. اه في ظل كام سنه؟ في ظل سنين عمر. وهم لسه بادئين. هم مش لسه بادئين، ده هم عملوا صحوه فجاه وبقى عندهم تا. احنا اهملنا دور العرض وبقت تتقفل، ويجوا صاحب الارض دي في الاخر يقول لك انا عايز ابني عماره. انا زعلت جدا لما شفت سينما فاتن حمامه اتهدت وطلعت عماره. انا والله العظيم انا زعلت على اللي بيحصل. ما هو عشان وزاره الثقافه كانت فين؟ كان فين في الوقت ده وزاره الثقافه؟ ما قالتش لا ستوب، ايه ده؟ ازاي ده يحصل؟ المفروض تبقى تراث السينما دي، طبعا. يبقى لها داخله في كام سنه. وفي في سينما تانية في ميدان الجيزه برضو ارض كبيره جدا وسابوها لما بقى رادوبيس برضو. في كارثه في ان احنا بنهمل. وزاره الثقافه اهملت في فتره من الزمن دور العرض والمسارح، فما بقاش. فاحنا بنطالب النهارده الوزاره اللي موجوده بان هي تبدا تجدد دور العرض، تبدا تشوف السينمات اللي مقفوله ديت مقفوله ليه، وتبدا تعالج المشكله بتاعتها، ولازم تتفتح عشان يبقى عندنا فعلا عدد من دور العرض. يعني النهارده مثلا لو لقينا ارض كبيره معموله سينما من السينمات بتوع زمان، طب ما احنا ممكن نقسمها ونعملها 6 7 دور عرض من الصغيره. مراكز الشباب، لو مراكز الشباب كل مركز شباب بقى فيه دور عرض تبع الدوله، ايه المشكله؟ انا قلت لو كل نادي، ما قلتش مركز شباب بقى، ماشي. انا قلت لو كل نادي من النوادي عمل 4 5 سينمات من اللي هم ال 200 كرسي دولت، وهنضيف جزء هتاخده النادي وجزء هياخده صاحب دور العرض اللي يعملها، يا ريت. شايف ان الدوله الفتره دي مهتميه بالفن؟ مش بالدرجه الكبيره، بس اعتقد ان في الوزاره الجديده بتاعت وزاره الثقافه اللي حصلت، احنا قعده مع السيد الوزير قال لنا كلام مبشر، فيا ريت الفتره اللي جايه. دي الفتره اللي جايه. ليه ما عملتش زي الفنانين ومضيت عقد ورحت رايح السعوديه زي ما كله عمل؟ ولا ما جالكش؟ لا، انا اتعرض عليا مره او مرتين، بس كنت فعلا مشغول في الفتره ديت. وبعدين انا لو جه قدامي عمل كويس يتعمل في السعوديه هتسافر. هعمله. اصل ايه المشكله؟ على فكره اللي عمله تركي آل الشيخ مش غلط، ده واحد بيدور على نهضه فنيه لبلده طبعا، صح. فده مش عيب. ايوه. انا عايز اعمل نهضه فنيه في بلدي، يبقى لازم اعمل حاجه كويسه انا كمان. ده عمل كمان حركه حلوه لما عمل فيلم، كان هينتج فيلم اسمه النصاب لاحمد حلمي. حضرتك تابعت الموضوع ده ولا ما تابعتوش؟ لا. عمل فيلم او كان هينتج فيلم باسم النصاب لاحمد حلمي. لما حصل هجمه شرسه من خلال السوشيال ميديا على الموضوع، وقال لك ازاي ان مصري يروح هناك يمثل نصاب في السعوديه، طلع اعتذر. طب ده جاي، تركي الشيخ طلع اعتذر وقال لك انا مش هعمل الفيلم ده عشان انتوا شايفينه بالنظره دي. ماشي، شكرا. يعني بيتابع. يبقى ده بيقول ايه؟ انه مش راجل جاي يعمل نهضه عشان يسرق منك التاريخ بتاعك، لا، ده راجل بيعمل نهضه لبلده. هو حر، كل واحد في بلده يعمل ما يشاء. هو بيعمل حاجه، ببني صرح فني في بلدي، انا عايز ابني انا كمان هنا صرح فني. طب ما تيجوا نعمل ده، ليه لا؟ انا مبسوط جدا باللي بيحصل في العالم العالمين، مهرجانات وسياحه واغاني ومسابقات رياضيه يعني حاجه مشرفه جدا. طب ما نعمل مسرح هناك بقى. مفيش مسرح هناك. ما هو احنا عايزين الحاجات اللي هي بتبص للشباب وللدوله وللفنون. المسرح ده ما هو ده مطلوب بقى، غايبين عنه خالص. يعني يتعمل مسرح مثلا، يتعرض عليه مسرحيه كل اسبوع. فتره الصيف مبدئيا لغايه ما المنطقه تشتغل بشكل سنوي. نعمل حاجه فيها، نعمل دور عرض هناك بالليل. سينما السيارات اللي احنا اتحرمنا منها جميله، كانت موجوده زمان بالظبط. يعني في حاجات كتير قوي، مشاريع ممكن تتعمل لصالح الفن لو الدوله وقفت جنبينا فيها. نعملها. يعني نشوف مين عنده يعمل سينما سيارات، الارض نأجر له، الدوله تدي له ارض يعمل عليها. بس بلاش المغالاه، لان برضو يعني انا ما اجيش عشان اجر حته ارض ادفع فيها. بص، انت عارف حضرتك برضو الدوله ومشغولاتها، ما تجمعوا نفسكم
ويشوفوا مين المسؤول ويقولوا احنا عايزين 1 2 3 4، احنا ناقصنا كذا وناقصنا كذا وناقصنا كذا. ما هو لازم حد يبقى ماسك الموضوع ويقدر يتكلم. ما هو المشكله بقى ان انت لما بتيجي تتكلم فبتلاقي كذا جهه بتدخل. يعني انت ما ينفعش مثلا تتكلم مع وزاره الثقافه لوحدها، لا ده وزاره الثقافه، وبعدين الاراضي تبقى وزاره تبع الاسكان، وبعدين مش عارف ايه الامن والامان يبقى وزاره الداخليه. صح. طب انا عشان اعمل هتوه. مشروع هتنط في كذا جهه يبقى هتشتت. لا وحدوا لنا حاجه احنا كفن ندخل فيها ونتكلم من خلالها بس. وتساعدونا. هي داخل يبقى وزاره الثقافه، ولا يا وزاره الثقافه انا عايز اعمل كذا كذا كذا، حلي لي كل المشاكل بتاعتي، انا ماليش دعوه بكل دول، انت اللي تحلي لي مش انا. ايوه. يبقى نقدر نقوم الحركه الفنيه. اشتغلت مسرح قبل كده؟ طبعا زمان اشتغلت مسرح. اشتغلت مسرح. ولو جالك مسرح دلوقتي يا ريت تشتغل مسرح اشرف عبد الباقي، بالنسبه لك شايفه ايه؟ شايفه ايه بقى؟ ده تنفيس عن قلوبنا عشان نضحك. بس مش مسرح ولا مسرح؟ لا هو مسرح. سكتشات مثلا. ايه نقول عليه سكتش مثلا. سكتشات فنيه. فده اللي عاجبني فيها، ان العائلات بتروح تقعد تستمتع تضحك. عادل امام كان بيقعد 12 سنه و13 سنه في المسرح. لا الزعيم ده حاجه، لا حاجه تانية، حاجه لوحده خالص. محدش ينافس الزعيم في المسرح. انت شايفه ايه اللي خلاه لغايه النهارده الزعيم؟ لانه ذكائه. عادل امام استغل من وهو بيعمل مع فؤاد المهندس دور قد كده لغايه ما بقى نجم النجوم. عرف يطلع السلم صح، ما ركبش سلمه مكسوره. السلمه اللي تمشي عليه او اللي يقدر يمشي عليها، السلمه اللي يقدر يطلع عليها. ما حاولش ان هو يقلد او يعمل، لا انا ماشي في سكتي انا. هو خدها سلمه وكل سلمه رخامه قراره صح. ورياكشناته. هو عادل امام ربنا اداله ملكه ان هو ببصه عين بيضحك بالظبط، بهزه راس بيضحك. فعادل امام لا انسى بقى الضحك، تعال شوف افلام عادل امام، الافلام الثقيله. النوم في العسل، انا لسه كنت بتفرج عليه ل10 مره من كام يوم. طبعا تتفرج عليه. لا ايه عادل امام. انا افلام لما مثلا اخش على نتفليكس او شاهد او اي حاجه اقعد ارجع افلامه. المولد، ارجع افلام الارهابي، ارجع كل الافلام دي كلها انا بحب اتفرج عليها تاني. عادل ما ينفعش يعدي مرور الكرام، لان عادل تاريخ سينما ومسرح لا ينتهي. انا بقول لو ربنا اداله طول العمر 100 سنه كمان، الاعمال اللي هو بيعملها محدش يزهق منه. لو عمل 100 سنه كمان على اللي عمله، هو لسه ما عملش، هو لسه عنده كتير. يعني في نجوم يمكن كمان انتهوا من حياتنا، مثلا استاذ سعيد صالح من النجوم اللي تسعد بانك تتفرج عليهم وتشوفهم طبعا. لا احنا ليه الناس دي ما بتتكررش تاني دلوقتي؟ لان الجيل اختلف عن الجيل، والاسلوب اختلف، والدراما وكتاب الدراما فين. العنصر الاساسي كتاب الدراما، ما بقاش فيه منهم الا نوادر. النهارده بقى كشك يقعد فيه 20 واحد يقعدوا يكتبوا مسلسل، يكتبوا مش عارف ايه، فده دماغهم جداد ده اداء. فبص تلاقي العمل طالع مفيش التطفيره اللي كانت بتبقى موجوده زمان في العمل الفني، تحس انه كله مترابط. لو مسكوك وزير ثقافه، اول قرار تاخده ايه؟ هرجع جميع السينمات والمسارح الى عهدها القديم، ورجع الدوله تنتج للمسرح تاني وتنتج للسينما تاني. تاني قرار اطلب من نقابه المهن السينمائيه والتمثيليه وقف كل من هو دخيل على المهنه. تقول لطارق النهري نفسي في ايه؟ نفسي اشوف بلدي احلى بلد واحسن بلد. نفسي اشوف الفن في بلدنا مزدهر جدا ويرجع تاني لعصره وعصوره القويه. نفسي فعلا يرجع كتاب الدراما التقال اللي بيعرفوا يكتبوا الكلمه الصح. نفسي نرجع للدراما الصح، ان احنا بنوجه الشعب صح، ما نجيبلوش حاجات ما بيستفدش منها غير انه مثلا بيتفرج على خناقات وبلطجه لا. عايز ارجع الدراما لثقلها الحقيقي. المشكله دي هي اللي بتنجح. ما هي دي اللي بتنجح لان اختلفت الرؤيه. ولا احنا اللي قدمنا الذوق ده وفرضنا الذوق ده عليهم
عشان كده بقت بتنجح. ما هو انت بتفرض ذوق وبتفرض توجه، فانت اللي في ايدك تغير. زي ما بيقول لك كده، انا عودتكم على الذوق الوحش بعد الذوق الحلو، عشان كده اتعودوا على الذوق الوحش. ما هو انت بتربي العيال ازاي؟ بتربي الاولاد بتوعك ازاي؟ آه. يا اما تربيهم نشأة سليمة صح فيطلعوا أيوة. شباب صح، يا اما هتربيهم تربية اي حاجة فهيطلعوا عيال اي حاجة. فهي ده الفن، دي رسالة الفن، ازاي أيوة. اربي المجتمع اللي قدامي على شيء كويس. ده المطلوب اللي احنا بنقدمه. انا سعيد بيك وسعيد انا قعدت معاك النهارده، ربنا ولقاء ليا مشرف والله بجد يعني. ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين، زي ما احنا سمعنا الاستاذ الكبير المخرج والفنان طارق النهري، اسرار كثيره كانت في حياته طلعت وقدرت ان هي تكون في النور. شكرا ليكم واستنونا في الحلقه الجايه.